مشاريع بالبي اتش بي فقط الجزء الثاني. تعالوا نكمل مع بعض كلامنا عن المشاريع اللي ممكن تعملها بالبي اتش بي فقط. المشروع الثاني معانا هو سيستم لتسجيل بيانات الموظفين. وفكره المشروع ده باختصار انك تعمل برنامج تسجل من خلاله بيانات موظفين في شركه، ويكون تسجيل البيانات ده في ملف. في ملف. طيب الملف ده يكون كده خاص؟ لا، الملف ده لازم يكون ليه بنيه ثابته وتعرف من خلال اللغه تتعامل معاه بسهوله، زي انك تخزن البيانات في ملف جيسون او سي اس في. ودول اشكال الملفات اللي بسهوله جدا تتعامل معاها، ومن خلالهم تقدر تطبق على كل العمليات الاساسيه الخاصه بالداتابيز. يعني بتطبق الكراك كامله، وبتعمل ادخال البيانات جوه الملف كرييت، بتقرا البيانات من الملف الريد، بتعمل تعديل على البيانات جوه الملف ابديت، بتقدر تحذف بيانات من الملف وتنفذ عمليه الديليت. طيب وليه تعمل كده؟ ما تشتغل على طول بالداتابيز. هقول لك، انت لسه في فتره تعلم، وفهم الامور بالنسبه لك بيكون احسن لو عرفت اساس اي حاجه بتتعامل معاها، وكمان برضو علشان تدرب اللوجيك بتاعك وتنمي مهاره البروبلم سولفنج. يبدو الامر سهل قدامك، لكنه في حقيقه الامر مع اي حد بيبدا بيكون المشروع ده فيه صعوبه ليه على مستوى التفكير والتنفيذ. المشروع ده بيلم لك كل حاجه في اساسيات البي اتش بي حرفيا، وبيسيبش حاجه. ويا سلام بقى لو عملت معاه تسجيل دخول وفعلت الاوثنتيكيشن، ويا سلام اكتر لو تعلى المستوى كمان وتفعل الاوثرايزيشن. يبقى انت كده وفرت على نفسك مجهود كبير جدا لقدام، وهتبقى في مستوى متقدم وانت بتتعامل مع الداتابيز وحوارات. ليه الكلام ده؟ لانك يعتبر عملت قاعده البيانات بنفسك، وعملت كل العمليات الاساسيه بتاعتها من خلال الكود، وشفت ازاي ده بيتنفذ وليه، وكمان عرفت صعوبته وتعقيمه. فلما تيجي تتعلم اي ار تي بي ام اس وتشوف الفرق وتعرف ايه الار تي بي ام اس اللي بتستخدمه سهل عليك كتير ازاي، هتعرف انك في نعمه وانك فعلا بتتطور مستويات بيئه. نكمل مع بعض في الفيديو اللي جاي افكار لمشاريع بي اتش بي وهنستفيد منها بايه. سلام.